كان يا مكان أيامنا أيام زمان. صلي على النبي ونبدأ الكلام في مش بودكاست لما فاضي. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخارجة معانا. اللي على الراديو. طب بتتفرجوا على الراديو ازاي؟ يعني ايه الملل ده بصراحه؟ انت جبت منين بتتفرجوا على الراديو؟ احنا فعلا كنا بنتفرج على الراديو، لان احنا كنا بنسمع الراديو ساعتها، بنسمع فيه المسرحيات زي مدرسة المشاغبين، قعدت سنين كتير ما بتتعرض لكن نازله راديو، وجلال معوض هو اللي بيشرح، يقول لك وعادل امام بيشد ده بيعمل قعد وقف. كانت بتاع فعلا كده. كان عندنا 3 اذاعات، القاهرة الكبرى، وكانت صوت العرب، والاذاعه الشابه بقى بالصوت الشاب الإناس جوهر الشرق الاوسط. تيجي بقى ساعه الفطار فوازير امال فهمي، وكانت كمان ساميه صادق. دول كانوا بيعملوا فوازير في لحظه الفطار، وانت تسمع الفزوره وتكتبها وتبعتها في اخر رمضان 30 اجابه عشان تكسب. مش فاكر، تقريبا كانت 20 جنيه الجايزه او حاجه. وبعدين بقى تخش بقى على بعدها المسلسلات وبرامج. وكان في برنامج مشهور جدا كان بيجي بالليل على ما اتذكر، كان بيجيب فنانين سحور مع فنان، كان يروح يتسحر مع الفنانين وهم بيتسحروا وقاعدين بقى بيتكلموا مع بعض. اشهرهم كان طبعا حميد الشاعري وهم الجيل كلهم، ويقعدوا يتكلموا وفي الاخر يجيبوهم وهم بيتسحروا. انا عايز اشرب الشاي بقى، كفايه يعني الشاي عصام. ما تنسوش تدعموا. سلام.